سلام مرحبا بكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير. بلغ خبر بمثابه كارثه في حق الشعب المغربي واللي غادي تزيدوا فقرا وتهميشا اكثر مما هو عليه، لكن للاسف هذا الخبر ما عطاتوش التغطيه الاعلاميه الواجب اعطاؤها، وانا متاكده باللي اكثر المغاربه والاكثر الناس ما في خبارهمش. نخليكم مع هذا الحدث ونرجعوا نعلقوا عليه. وقعت الشركة الأمريكية جوج آك إنرجي سولوشن اتفاقا مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفات يمكنها من الحصول على حصة 50% من المركب الصناعي للأسمدة بالجرف الأصفر. وذكر بلاغ مشترك أن الصفقة ستسفر بمجرد الانتهاء منها عن إنشاء مشروع مشترك مملوك بالتساوي بين مجموعة المكتب الشريف للفوسفات والشركة الأمريكية. المركب الصناعي للأسمدة يقوم بتشغيل وحدة متكاملة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالجرف الأصفر تصل طاقتها الإنتاجية السنوية إلى 1.1 مليون طن متري من الأسمدة الفوسفاتية، ويعتبر هذا المركب جزءا من المركب الصناعي للجرف الأصفر الذي يعد أكبر منصة في العالم لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية. هذا المشروع المشترك جاء على وجه السرعة جراء الانقطاع المباشر لإمدادات الأمونياك والكبريت عن الوحدة الإنتاجية، إضافة إلى الاضطراب الذي تعرفه الأسواق العالمية للأمونياك والكبريت وارتفاع سعريهما نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث فقد المكتب الشريف للفوسفات إمكانية الوصول إلى إمدادات الأمونياك والكبريت من البحر الأسود. وإعلان الشركة الروسية التي تعتبر أكبر منتج وموزع للأمونياك في العالم والمزود الرئيسي للأوسيبي أو المكتب الشريف للفوسفات عن تعليق صادراتها ابتداء من 25 فبراير المنصرم، بحسب ما أفادت مؤسسة التصنيف الانتمائي الأمريكية ستاندرد اند بور. كما تشوفوا باختصار، المغرب باع 50% من عائدات الفوسفات لهذه الشركه الامريكيه بدعوى انها ما بقاتش عندهم داك المكونين اللي كان كياخذهم ولا اللي كانت كتزودهم الشركه الروسيه، ونظرا للحرب ونظرا لانهم غلقوا داك الميناء. دونك المغرب تيقولوا باللي اضطر انه يبيع 50% من ثروات الفوسفات واللي هي في حق الشعب المغربي. للاشاره فالمغرب كان كيتوفر قبل ما يبيع لهذه الشركه الامريكيه، كان كيوفر على ما بين 72 حتى ل 82% من عائدات الفوسفات ولا من حاجيات العالم للفوسفات. دابا باع هذا الشيء، غادي نمشيو بحسن نيه وغادي نقولوا باللي المغرب كان مضطر. الوغ فاش المغرب باع هذا الشيء كاينين واحد العائدات ولا هذه الشركه الامريكيه غادي تكون خلصت المغرب على هذه الثروات. الوغ داك الشيك اللي عطاتو الشركه الامريكيه ولا باش خلصت الشركه الامريكيه نورمالمون خاص يدخل للخزينه العامه ديال المغرب. حنا كنشوفوا ما عارفين شحال باعوا لهم 50% ديال الفوسفات، ما عارفينش واش دوك الفلوس باش خلصت الشركه الامريكيه واش دخلت فعلا للخزينه العامه. ما كايناش محاسبه واش المغاربه غيستافدوا من هذا الشيء ولا لا، حتى شي حاجه ما في خبارنا. نورمالمون هذا الشيء خاصو يدوز في التلفزه العموميه، خاص الصحفيين اللي كيسموا راسهم صحفيين ولا اللي كيكتبوا ولا اللي كيشهروا بنا خاصهم يناقشوا هذا الشيء، خاصنا نطرحوا هذا الشيء على الشعب المغربي، خاصنا نشوفوا واش البرلمان موافق على هذا الشيء، واش هذوك الغرفتين اللي كيسميوهم غرفتين ديال المحاسبه واش تحاسبش، واش دخل هذا الشيء للخزينه العامه، واش غادي يستافدوا منه المغاربه ولا لا. نورمالمون البرلمانيين خاصهم يناقشوا هذا الشيء وخاصهم يتحاسبوا مع الدوله واش بصح داك الشيء دخل للخزينه العامه ولا مشى للحسابات بنكيه في بنما ولا مشات شرات به شي قصور في باريس ولا في شي دوله اخرى. دونك كما كتشوفوا هالفوسفات تبعت 50% منه. كنشوفوا باللي البحوره المغربيه توفر على جوج ديال البحوره ولا جوج ديال الواجهتين باش انهم يصيدوا الاسماك. كنشوفوا المغاربه كيشريو السمك بواحد الثمن غالي جدا. كنشوفوا باللي المغرب يتوفر على الفوسفات والمغاربه كيشريو مؤخرا الطماطم وصلت ل 10 دراهم. ما عرفناش كيفاش غادي يعيش هذا المسكين. كنشوفوا كذلك نسبه الفقر ولا حسب الاحصائيات الاخيره كيقولوا باللي 45% ديال الاحصائيات المعلن عليها واللي قامت بها المملكه المغربيه تيقولوا باللي 45% ديال المغاربه تعيشوا واحد الفقر اللي مضطهدين جدا وجدا. كنشوفوا باللي هاد عائدات الفوسفات لما كتمشي
في اي بنوك كتمشي. مؤخرا قريت هذا الاسبوع تيقولوا باللي الفوسفات المغربي يحقق صادرات قيمتها 780 مليار في شهر يناير بفضل ارتفاع الاسعار بالضعف. دونك هاد 780 مليار نورمالمون خاص الشعب المغربي يستافد منها، خاصنا نستافدوا منها ونديروا ليها الدعم للمواد الاساسيه بحال الزيت بحال الخضر بحال باش كيعيش المواطن المغربي الضعيف. كنشوفوا حتى شي حاجه ما كاينه من هادشي. كنشوفوا باللي المغرب باقي في الرتبه 123 من معدل التنميه البشريه العالمي. هنا كنشوفوا فينا هي هاد الثروه، واش كتغبر، واش كتمشي الحسابات في بنما ولا في سويسرا؟ من الذي يحاسب هاد الاشخاص؟ واش الشعب المغربي؟ الا تكلم شي واحد تقولوا لي باللي خائن للوطن، انا ارى باللي الخونه الحقيقيين هم الذين يسرقون ثروات الشعب المغربي، هما اللي مخليو الشعب المغربي اكثر من النصف ديالو تعيش الفقر. حنا فيما تنتكلموا تيقولك انت خائن للوطن، انت انفصالي، انت هاد الصحفيين ولا هاد الصحافه اللي كتهمنا بهذا الشيء، ولا هاد الاعلاميين ولا هاد الصحفيين المزورين، علاش ما ناقشوش هاد الشيء مع الشعب المغربي؟ واحد المنظمه امريكيه مؤخرا قالت باللي عائدات الفوسفات ولا المغرب يؤدي حاجيات ديال العالم 80% ديال الحاجيات العالم كاينه ديال عائدات الفوسفات. وعلاش الشعب المغربي فقير؟ طرحات هذا السؤال. علاش ما نحاولوش نجاوبوا على هذا السؤال؟ علاش المغاربه ما ينوضوش يسولوا على حقهم؟ علاش هاد السرقه؟ علاش كاينين بزاف ديال الاسئله. فينا هما هاد البرلمانيين سوا ديزون باللي المغرب بلد ديمقراطي، فينا هو الملك بصفته هو رئيس الدوله؟ علاش ما كنشوفوش ولا واش هو اللي كيدخل هاد الشيء الحسابات ديالو؟ واش عنده هاد الشيء عادي؟ من الذي يسرق ثرواتنا؟ لذا ينبغي المحاسبه. دونك اين هي المحاسبه؟ اين هي ثروات الشعب المغربي؟ اليوم فقط تكلمت على الفوسفات، كما ينبغي الذكر كاين الذهب، كاين الغاز، كاين البحور، كاين الثروات الفلاحيه، كاين بزاف ديال الاشياء التي لا يستفيد منها المغاربه. من الذي يحاسب هؤلاء الاشخاص؟ من الذي يحاسب رئيس الدوله اللي هو الملك محمد السادس، وهو المسؤول على كل كبيره وصغيره كاينه في المغرب؟ وهذا الشيء على حساب الدستور اللي كيتمشى به المملكه المغربيه ديال 2011. هذا الشيء الا جينا قلناه كنتعتبروا حنا خائنين للوطن. لا الملك زوين اللي دايرين به هو اللي خايبين. الملك هو المسؤول عن هذه الصفقه. الملك خاصو يقول ان ما كانش هو اللي كيقوم بسرقه هذه الثروات، ولا ما كانش هو اللي كيحطها في حساباته البنكيه، ولا ما كانش هو اللي كيشري بها القصور في عز كورونا وكنخرجوا نقولوا باللي المغاربه ما كاينش باش نتعاملوا معهم. اين تذهب هذا الشيء؟ في كيمشي هذا الشيء؟ ينبغي المحاسبه مع كل الاشخاص الذين تسببوا في الوضعيه الكارثيه للمغرب، والذين يقومون الان ببيع ثرواتنا. ما عرفتش واش باغيين يبيعوا المغرب كامل باش يمشي تسهل عليهم المأموريه، فاش تكون محاسبه انهم يمشيو يهربوا بشي طائره. دونك كاينه اسئله واسئله اخرى ننتظر ان يتم مناقشتها وان يتم طرحها للشعب المغربي، والشعب المغربي يعرف اين هي امواله، اين هي ثرواته، من الذي يسرق الشعب المغربي. ما تنساوش تخليوا لي الاراء ديالكم في لي كومونتير، وتقولوا لي واش كيبان لكم باللي المغاربه كيستافدوا من هاد الخيرات ديال المغرب وهاد الثروات الطبيعيه ديال المغرب. واش نتوما موافقين على ان المغرب يبيع 50% من هاد الشركه الامريكيه؟ واش كنتم على اطلاع بهذا الخبر؟ واش نتوما موافقين عليه ولا ما موافقينش عليه؟ دونك هاد الاسئله واسئله اخرى ما تنساوش تخليوا لي الراي ديالكم في التعاليق. ما تنساوش تبارطاجيو هاد الفيديو على اوسع نطاق، وتبارطاجيوها في مواقع التواصل ديالكم باش الناس تعرف باللي تتم سرقه ثرواتها، تتم استغلالها، باش المغاربه يعرفوا اللي كيخلصوا مطيشه ب10 دراهم وكيخلصوا الزيت وكيخلصوا المواد الغذائيه الاساسيه بهذا الثمن الباهظ، تعرفوا باللي كيتسرقوا يوميا. ينبغي مشاركه هذا الفيديو على ابعد نطاق. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم، باي باي.